بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الأهلاوية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد هنعرف فيه النهاردة مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024 وأسماء الثلاث لاعبين الكبار اللي استقر عليهم المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وهنعرف كمان في الفيديو دوت ترتيب الدوري إلى الآن، وهنعرف كمان أسماء الراحلين عن النادي الاهلي ومفاجآت كبيره جدا 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 في القايمه وفي الراحلين عن النادي الاهلي. صلي على الرسول وندخل في الموضوع على طول. مجموعه مصر في اولمبياد باريس 2024 فيها منتخب الدومينيكان ومنتخب اوزبكستان ومنتخب اسبانيا بالاضافه الى المنتخب المصري. المجموعه الى حد ما سهله، فيها فرقتين باذن الله في المتناول، اوزبكستان والدومينيكان، والقرعه خدمتنا خلت مباراه اسبانيا واللي هي اقوى مباراه في المجموعه اخر مباراه. هنبدا مجموعتنا بمقابله المنتخب الدومينيكان يوم 24/6 على ملعب لابوجوار، وتاني مباراه لمنتخب مصر هتكون مع منتخب اوزبكستان ودي هتكون يوم 27/6 على نفس الملعب. وبيختتم المنتخب المصري مبارياته في المجموعه بمقابله المنتخب الكبير منتخب اسبانيا على ملعب بوردو يوم 30/6. بالنسبه لاسماء اللعيبه اللي ميكالي استقر عليهم بالثلاث لاعبين الكبار، طبعا كان في اهتمام كبير بضم مصطفى محمد نجم المنتخب المصري الاول والمحترف في نادي نانت الفرنسي، طبعا لقوته الهجوميه طبعا ولانه لعيب كبير، بالاضافه كمان سبب كبير مهم جدا انه بيلعب في فرنسا وهيكون ليه متابعين كتير في فرنسا ومشجعين كتير في فرنسا، فعشان كده مصطفى محمد هيكون هو الخيار المثالي لميكالي. بالاضافه لمصطفى محمد ميكالي كمان قرر ضم امام عاشور، وشايف ان هو هيفيده جدا وشايف انه احسن لاعب في الدوري المصري في الوقت الحالي، فده الاختيار الثاني امام عاشور. الاختيار الثالث هو زيزو نجم الزمالك، وباذن الله وامر الله هم الثلاثه دول اللي استقر عليهم، ده في حاله عدم مقدرته على انه يجيب تريزيجيه. يعني لو جاب تريزيجيه هيبقى تريزيجيه ومصطفى محمد وامام عاشور، لو تريزيجيه ما جاش هيبقى زيزو ومصطفى محمد وامام عاشور. تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب المصري في الاولمبياد باذن الله وامر الله، وباذن الله المجموعه في المتناول ونقدر نوصل للدور اللي بعد كده. ندخل على قائمه الراحلين من النادي الاهلي الموسم القادم. الى الان لم يستقر مارسيل كولر على الاسماء النهائيه للراحلين عن النادي الاهلي، واللي يقول لك غير كده قول له لا استنى شويه، لسه في مباريات كتيره والكلام بيتغير بين يوم وليله. وده اللي حصل فعلا مع محمود متولي مدافع الفريق، اللي كان خلاص الكل اجمع على انه من اول الراحلين الموسم القادم، ولكن في الفتره الاخيره وفي المباريات الاخيره اصبح نجم من نجوم الفريق. في مباراه الجونه خد احسن لاعب في المباراه، ويظهر كده ان مارسيل كولر رجع يعتمد عليه مره تانيه، ومحمود متولي لسه فرص بقائه في النادي الاهلي كبيره جدا. بالنسبه لعلي معلول كمان، علي معلول كمان اقترب بشده من التجديد للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، كان نجم الفريق والكل اجمع انه لازم ان علي معلول يجدد له باذن الله. كان في اختلاف على المقابل المادي، بس الايام اللي جايه دي هتشهد انفراجه كبيره في موضوع التجديد لعلي معلول. بالنسبه لمحمد عبد المنعم، مجلس اداره النادي الاهلي قرر ان مفيش رحيل لمحمد عبد المنعم الا اذا جاله عرض كبير جدا من نادي كبير جدا، غير كده مفيش رحيل لمحمد عبد المنعم، لان الاهلي محتاجه في بطوله كاس العالم للانديه السنه اللي جايه باذن الله. بالنسبه للحارس محمد الشناوي نفس الكلام، مفيش اي عروض نهائيه او اي كلام رسمي لمحمد الشناوي، كلها عروض شفهيه، والاهلي لن يفرط في محمد الشناوي باي شكل من الاشكال. واستقر كولر على الابقاء على ثلاثي حراسه المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء. بالنسبه لمحمد الضوي كريستو، هو ده باذن الله هيكون اول الراحلين، مع ان انا زعلان عليه لانه لعيب كبير جدا، لكن خلاص هو اللي استقر على الرحيل. كريستو واليو ديانج كمان وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح والحارس الزنفولي. يبقى دي اسماء الراحلين عن النادي الاهلي اللي اقتربوا الى الان. نقول لهم تاني: الضوي كريستو، موديست، اليو ديانج، كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح
والحارس محمود الزنفولي. الكلام ده الى الان الكلام ده ممكن يتغير، الكوره بتتغير بين يوم وليله، يعني ممكن تلاقي مودست يتالق فيبقى، ممكن تلاقي اليو ديانج الاهلي يحتاجه فيلعب فيتالق فيبقى. الكلام ده لغايه دلوقتي، لكن الايام اللي جايه احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، وهنستنى ونشوف ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه. ندخل بقى على ترتيب الاهلي في الدوري. بيحتل بيراميدز المركز الاول ب 38 نقطه من 17 مباراه، بيجي وراه فريق المصري ب 34 نقطه من 18 المباراه. الاهلي بيحتل المركز العاشر من 13 مباراه، عنده 27 نقطه، يعني فرصه الاهلي مهيئه انه يبقى على قمه الدوري ويعتلي ترتيب الدوري. الاهلي لو فاز في الاربع مباريات المؤجله عشان يتساوى مع بيراميدز في عدد المباريات اللي هو 17 مباراه، يصبح رصيد الاهلي من النقاط 39 نقطه ويعتلي الدوري بفارق نقطه واحده عن بيراميدز. يعني يا رجاله نشد حيلنا الايام اللي جايه دي ونفوز في 4 مباريات مش بعيد، هنبقى اول الدوري باذن الله وامر الله. والسنه دي باذن الله وامر الله الدوري يكون في الجزيره، وبطولة افريقيا تكون في الجزيرة، ونشترك في الكونتيننتال باذن الله، البطولة الجديدة اللي استحدثها الفيفا شهر 12 لابطال القارات، ونشترك في كاس العالم للاندية، ويكون موسم خير باذن الله وامر الله، والبطولات تتوالى كالعادة على النادي الاهلي. ارفع راسك فوق، انت اهلاوي، ولو انت ماشي اعمل لي لايك على الماشي، والسلام عليكم.